كباب الحلة على الطريقة الصعيدية أو اسمه المرق. ده هناك بيبقى الأكلة الرسمية اليوم الخميس، بيعملوا فيه منه، بيعملوه باللحمة وفيه بالفراخ وفيه بالحمام. بيبقى جميل جدا لما بنسوي فيه الحمام. الأكلة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومكوناتها مفيش أسهل منها. ومش بتاخد الا بس ان احنا بنسيبها وقت تاخد تسويتها تمام على النار. شايفين اللحمة دايبة ازاي وطعمها تحفة، هتدمنوها. يلا بينا على طول نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة الاكلة دي لازم تتعمل يا اما بزبدة او بسمنة بلدي. اي سمنة صناعي او زيت بتخليها تبوظ. انا عندي هنا كمية البصل، كيلو بصل، ولو زودنا البصل كمان هيكون حلو قوي. ولحمة. اللحمة طبعا على حسب اللي احنا بنستخدمه او على حسب عدد الاسرة بتاعتنا، بس البصل كل ما بيكون كتير بتبقى حلوة. انا حطيت الزبدة والبصل واللحمة، وهرش عليهم فلفل اسود ورشة ملح، وهفضل اقلب فيهم لحد ما تبدأ في الغليان. فلفل اسود وبس، هي دي البهارات. ولحمة حطينا معلقة صغيرة فلفل اسود ورشة ملح، عشان ما كترناش الملح عشان اللحمة تستوي كويس. هفضل اقلب فيها كده لحد ما ان هو يبدأ يغلي. لما الاقيه بدأ يطلع البقاليل بتاعت الغلو دي، بغطي عليه وبوطيه كأني بعمل رز، بس بفضل رايحة جاية عليه بقلب فيه. لقيت ان مفهوش مية، بحط له مية بس مش بغطيه بالمية، لا بحط له نص كوباية مية وبسيبه، وبرجع بعد 5 دقايق اقلبه. يعني طبعا مش هفضل واقفة جنبه، كل 5 دقايق برجع اقلب تقلبتين وبغطي عليه لحد ما يستوي ويبقى باللون الجميل ده. وكمان لسه هنخليه ياخد لون تاني، يعني هنتقل اللون بتاعه كده. حلو قوي كده اللحمة بتكون استوت. وعلى فكرة اي قطعية لحمة بتبقى خرافة في المرق او كباب الحلة. كده خلاص استوى، ومش بنخليه خفيف. يعني انا لسه حاطاله مية بس هسيبه شوية كمان، وبعدين هحطه في الفرن. اظبط الملح بتاعي وبعدين هسيبه يغلي شوية عشان المية اللي فيه ما تبقاش كتير. بيبقى بالشكل ده، شايفين مفهوش سوائل كتير. وهندخله الفرن ياخد الوش ده، وبعدين بنطلعه بنقدمه في حاجة فخار او في اي طبق او اي حاجة كده، بيبقى شكله جميل جدا بجد. اي نوع لحمة في الطريقة دي بيبقى زبدة وبتبقى طعمها مسكرة. بجد الطريقة دي جميلة جدا، جربوها وقولولي ايه رأيكم. اللحمة فيها شايفين دايبة دايبة بجد، هتاكلوا منها كمية كبيرة وهتعجبكم. وهشوفكم في وصفة تانية بإذن الله.